أهلا وسهلا بكم. معكم عبد الوهاب حفكوف، أحييكم وأرجو لكم مشاهدة طيبة. تحية للأحرار في كل مكان، تحية جزائرية نوفمبرية، تحية لمكة الثوار، تحية للأحرار في كل مكان، ومرحبا بكم في قناة الجزائر أولا، الجيريا فيرست. وفي هذه الحلقة سأتحدث عن جاهزية الجيش الجزائري وعن خطورة ما تقوم به الإمارات. سأناقش سيناريو افتراضي عن رد عسكري جزائري على الإمارات. لابد أن نفترض هذه الأشياء، لا أقول بأنه سيحدث، ولكن متى يمكن أن تهاجم الجزائر الإمارات وكيف؟ كما سأتحدث عن الأوراق الأخرى كلها، يعني سأتحدث الأوراق العسكرية بيد الجزائر، وسأتحدث عن قضية السجين الفرنسي في الجزائر وصحفي فرنسي وما أثارته من ردود أفعال فرنسية ومنافقة في الواقع، وهي مناسبة للحديث عن اتهام خطير كانت قد وجهته كانديس أوينز لماكرون، وقالت بأنه دفع 1.5 مليون لقتلها على خلفية انتقادها لزوجته التي تتهمها بأنها رجل. دعوني قبل الحديث عن الهجوم العسكري الافتراضي أمهد بالحديث عن الجيش الجزائري، لعل ذلك يردع الإمارات. أنا والله لا أريد حروب، والإمارات ليست ندا للجزائر، ولكن نرجو أن تفهم وتتوخى الحذر. في مناسبات عدة أدلى رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة العارف ببواطن الأمور الأمنية والاستراتيجية، أدلى بتصريحات حادة حذر فيها من أن الجزائر لن تسمح للقوى الأجنبية بفرض أجنداتها في جبهاتها الاستراتيجية. وجبهات استراتيجية تعني مفهوم مطاط، يعني تخوم الأمن القومي الجزائري. وقال بأن الجيش مستعد لأي سيناريو للدفاع عن السيادة الوطنية والمصالح الحيوية للبلاد. أنت الآن تتحدثون عن جيش جزائري ليس كأي جيش، ويضع النقاط فوق الحروف ويقول لدولة الإمارات بأن الأمور السيادية لا عبث فيها، ولم يقل بأننا سنحرك الأساطيل الدبلوماسية، بل قال بأن الجيش الجزائري جاهز للدفاع عن السيادة الوطنية والمصالح الحيوية للبلاد، وتستطيع أن تتحدث عن الأمن القومي الجزائر بمفهومه الشامل. غني عن القول بأن الفريق أول سعيد شنقريحة كان يقصد الإمارات وحلفائها، وأراد توصيل رسالة تقول بأن الجيش الجزائري يأخذ التهديدات الإماراتية على محمل الجد، ويحذر من العبث، ويستعد لسيناريوهات متعددة في الساحل بما فيها الدفاع يعني استخدام القوة العسكرية مباشرة إذا تم تجاوز الخطوط الحمراء. أي جيش لديه مهمة مقدسة، الجيش الجزائري لديه مهمة مقدسة وهي الدفاع عن السيادة الجزائرية. قد تمزح، قد تتلاعب هنا وهناك. قرار الحرب قرار استراتيجي مخيف. دولة مثل الجزائر لن تقحم نفسها في حروب، ولكن إذا تخطيت الخطوط الحمراء ستحاربك. هذا الأمر طبيعي ومفهوم. كلنا يتذكر قصة إسقاط الطائرة المتسللة بحزم وسرعة، وكانت إجراء سريع جدا، حزم، shoot first think later، أطلق الرصاص أولا ثم فكر بعد ذلك. هذا هو مفهوم السيادة الجزائرية. تقترب تقصف. وليس ببعيد عن الذاكرة أيضا القرارات العسكرية الاستراتيجية التي اتخذتها الجزائر، الأنفاق تحت الأرض أو في الواقع
أشياء متصلة، التجنيد في الواقع، إجراءات عسكرية كثيرة كانت ترمز بأن الجزائر في الواقع تستعد لأسوأ السيناريوهات. وغني عن القول أن الجيش الجزائري من أقوى الجيوش في العالم. أنا أعتبره أقوى جيش في المنطقة من دون منازع. في الواقع التقييمات الغربية الأمريكية للجيوش تقييمات في الواقع شكلية جدا، وأنا عندما أقول هذا في الواقع أتحدث عن المضمون، عن القوة الروحية التي لا يمكن قياسها، عن أشياء أيضا الجزائر لا تكشف كل شيء، ولدينا بعض التقارير تقول بأن الجزائر لديها مدخرات لليوم الأسود. إذن في نظري الجيش الجزائري هو الأقوى على الإطلاق في المنطقة من دون منازع حتى، ويفوق أقرب منافسيه بفارق كبير. عندما يكون لديك جيش قوة كهذه، الرسالة للآخرين أنك تأخذ سيادتك بجدية، وأن هذا الأمر لا عبث فيه في الجزائر. ينبغي على دول كثيرة أن تقيم القوة وتتصرف بحذر، ولكن بعض الدويلات لأسباب مفهومة لا تفهم هذا. أنا تحدثت في الحلقة الماضية، قدمت تحليلات ذهنية الإمارات والخوف من النموذج الجزائري. المهم، وفقا لإحصاءات عام 2025 يتجاوز عدد أفراد الجيش الجزائري 600 ألف مقاتل من العاملين بالخدمة الفعلية والاحتياطي، ويقف خلف هذا الجيش خزان بشري يبلغ قرابة 23 مليون مؤهل للخدمة. هذا جيش مرعب، هذه دولة حقيقية. بمعنى آخر، إن عدد أفراد الجيش الجزائري فقط يساوي 10 أضعاف سكان الإمارات. طبعا أنا عندما أقوم بحسابات رياضية، الجندي الجزائري يساوي على الأقل 10 مواطن إماراتي. بصراحة دعونا نتحلى بالصراحة هنا، ليس استخفافا بإنسانية الشعب الإماراتي، ولكن من ناحية تقييم القدرة القتالية، الروح والمزايا الرجولية والقدرات الجينية، يا أخي لا يمكن أن تقارن أشخاص نشأوا ترعرعوا في أحضان المولات ومراكز التسوق وفي شعب تشرب الثقافة الثورية. والجندي الجزائري معروف، ليس من العدل أن نقارن الجندي الجزائري بالجندي الإماراتي، هذا ظلم لا يجوز، ناهيك عن المواطنين. كيف يجوز أن يفكر مجنون العظمة بن زايد بأنه يساوي حذاء الجزائر؟ كيف؟ أنا هذه النقطة دائما أحتار، ولذلك أبحث عن تحليلات سيكولوجية. الإنفاق الجزائري العسكري يحكي قصة التزام عميق بالدفاع عن السيادة الجزائرية. عندما تنفق الجزائر بسخاء فهي تقول أن الدفاع أمر مقدس في الجزائر، وهذا مفهوم في سياق التجربة الوجدانية الثورية الجزائرية. وعندما تتضافر هذه العوامل يتضح جليا أن بن زايد سيتلقى صدمة العمر من الجزائر. وكيف لا؟ يعني الأمر ببساطة الإمارات هي التي تعبث، الجزائر لم تلعب في تخوم الجزائر، تحترم سيادة الدول، عقيدة الجزائر عدم التدخل في شؤون الآخرين. كل هذا لدى الجزائر قوة عسكرية معروفة. كل هذا لم يردع بن زايد. لما لا نتوقع أن الإمارات ستصحو ذات يوم ويكون قد فات الأوان؟ القوات الجوية الجزائرية في الواقع لديها مئات الطائرات من مختلف الأنواع، وأكثر المقاتلات تطورا وقدرة في المنطقة معروفة. انضمت إليها المقاتلة المرعبة سو 57. أسطولها الجوي مجهز برادارات متقدمة وصواريخ جو وجو أرض بعيدة المدى. لديها أسطول مرعب من الطائرات المسيرة الحديثة، بما فيها طائرات وينغ لونغ الصينية المسلحة
القادرة على المراقبة والقصف الدقيق. القوات البرية الجزائرية تضم أكثر من 1100 دبابة قتالية رئيسية، معظمها من طراز T-90SA الروسية الحديثة، التي تعتبر من أفضل الدبابات في العالم. دبابات T-72 المطورة أيضا، بالإضافة إلى آلاف المدرعات الحديثة وآلاف المدافع من مختلف العيارات والمدافع الصاروخية المتعددة الفروهات. القوات البحرية في الواقع تمتلك أسطولا حديثا يضم غواصات هجومية متطورة، فرقاطات حديثة ألمانية مجهزة برادارات وصواريخ حديثة، فرقاطات صينية، بالإضافة إلى زوارق صاروخية وسفن دورية متقدمة. هناك فرنسيون وإسبان ضباط كبار تحدثوا عن القوى البحرية الجزائرية وقالوا كأوروبيين علينا أن نقلق أن هناك عملاق بحري جزائري في الجوار يتخطانا بسرعة مدهشة. تخيل، هذه المعلومات يفترض أن يعرفها بن زايد، أليس كذلك؟ يتوقع أنه يفهم بأن هذه القوة أولا تفوقه في كل المفاصل والمجالات ولديها قوة مرعبة. فضلا عن ذلك، الجزائر محروسة بمنظومات دفاع جوي متطورة ومتعددة الطبقات تجعل أجواءها من أكثر الأجواء حماية في المنطقة، حتى أن مجلة عسكرية متخصصة غربية اعتبرت أن الجزائر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لن تستطيع إسرائيل مهاجمتها، هي قادرة على إفشال أي هجوم إسرائيلي. وللجزائر منظومات بعيدة المدى قادرة على اعتراض الطائرات والصواريخ البالستية على مسافات تتجاوز مئات الكيلومترات. منظومات بانتسر S1 للدفاع الجوي قصير ومتوسط المدى، بالإضافة إلى أنظمة صينية متطورة وأنظمة روسية أخرى تشكل شبكة دفاع جوي متكاملة ومتداخلة. هذه المنظومات تجعل الأجواء الجزائرية محمية بشكل استثنائي ضد أي هجوم جوي محتمل، سواء من طائرات مأهولة أو مسيرات أو صواريخ كروز إلى آخره. أيضا يتوفر للجزائر صواريخ باليستية متطورة لم تعلن عنها في الواقع مفاجآت أخرى مرعبة ليست للتداول الإعلامي. بعض التقارير الاستخباراتية تحدثت، تقارير استخباراتية غربية، عن امتلاك الجزائر في الواقع صواريخ تتجاوز المديات المعروفة وقادرة على استهداف أهداف بعيدة وبدقة متناهية. ومن يدري، فقط تكون قادرة على تدمير قصور بن زايد، من يدري أخي. وفوق هذا وذاك، والأهم من الأرقام والمعدات، هو الخبرة القتالية والتدريب العالي للجيش الجزائري والروح القتالية المرتفعة جدا. يعني خاض الجيش الجزائري حربا طويلة وقاسية ضد الجماعات الإرهابية المسلحة في التسعينيات، ما عرف بالعشرية السوداء، وراكم خبرة قتالية كبيرة في حرب العصابات ومكافحة التمرد والعمليات في المناطق الوعرة. وفي الواقع ورث شيء غالي جدا لا يتوفر للجيوش: التراث الثوري النضالي. الجزائر أيضا تحافظ على نظام خدمة عسكرية إلزامية لمدة 18 شهرا أعتقد لكل الذكور. هذا بطبيعة الحال يضمن لها احتياطي بشري ضخم ومدرب يمكن تعبئته بسرعة في حالات الطوارئ. الوحدات الخاصة الجزائرية مثل القوات الخاصة البحرية والقوات الخاصة البرية ووحدات مكافحة الإرهاب تعتبر من بين الأفضل تدريبا وتجهيزا في العالم، وتتدرب بانتظام مع وحدات نخبة روسية وصينية وإيطالية. هذه لمحة مختصرة عن القوة الجزائرية. أحيانا في الدبلوماسية فقط يتعين على الطرف الآخر، على الخصم، دون أن تضطر إلى أن تخوض الحرب، أن تجعله يفهم حجم قدراته. هذه القدرات أنا باعتقادي كانت كفيلة لجعل الإمارات في الواقع مجرد
يعني تتملق وتخشى الجزائر حتى من دون سبب. ولكن يبدو أن الإمارات لا تفهم. الآن دعونا نتساءل، ما العمل؟ هل ستصبر الجزائر على التحرشات والاستفزازات الإماراتية؟ بلد مثل السودان يعاني تمزقا، حربا أهلية، دائما تتحمل جزء من المسؤولية داخل الوطن نفسه. للأسف السودان قد لا يكون قادرا، لأن الإمارات تدخل تتسلل من النافذة المكسورة، أي نافذة الفوضى، والفوضى شرط أساسي بالنسبة للإمارات، لأن الأوطان القائمة على قدميها في الواقع من المستحيل أن تجرؤ الإمارات في المساس بها. هي دائما بعض الناس يعتقدون بأن الإمارات تسعى للفوضى فقط. الفوضى والتفكيك الدائم هو مورد للإمارات، مورد ثابت للنفوذ، مورد ثابت لسرقة الموارد الوطنية. وأنا من المقتنعين الآن بأن الإمارات في الواقع تسليحها، توريطها للمخزن، إنها تريد في الواقع إحداث فوضى، لأنها تنظر إلى الجزائر، تفكر، لديها أطماع. هذا أمر عجيب طبعا، أمر عجيب جدا. لكي تنال أو تحصل على أطماعك هناك دول كبيرة في المنطقة في أوروبا تعرف قوة الجزائر ولا تحتاج إلى كل هذا الشرح والضجيج. ولكن الإمارات تعتقد بأنها قادرة على إشعال المنطقة، إحداث الحروب، وفيما بعد من خلال تلك الفوضى تحقق ما تريد، تتخطى كل هذه القوة، هذا الجيش، هذه القوة العسكرية المرعبة. كلنا يعلم بأن طاقة الجزائر على تحمل الإجرام الإماراتي لن تكون مثل الدول الأخرى. معروف الجزائر قوية وتتعامل مع موضوع السيادة والأمن القومي بحساسية عالية، وهي ليست مضطرة إلى أن تتحمل هذا التحرش الإماراتي. وأنا لذلك ينتابني أحيانا بأن الجزائر قد تفعل شيئا ما لم يسبق له مثيل، ربما يغير تاريخ المنطقة للأبد، ربما تقوم بشيء ما، من يدري يا أخي. ما هو السيناريو الجامح؟ دعنا نفترض أنا لدي سلاح وقوة، ويأتيني شخص ما كل مرة يستفزني، يتدخل في شؤوني، يتحرك، وأنا تحدثت عن هذا الأمر في الحلقة السابقة. ما الذي أفعله ومعي هذا السلاح؟ الجيوش في الأخير توجد للدفاع عن الأمن القومي، للدفاع عن السيادة. ما هو السيناريو الجامح إذا افترضنا أن الجزائر قررت فعلا الانتقال من خانة الاحتجاج الدبلوماسي إلى منطق القوى الصلبة ضد الإمارات؟ ينبغي أن يكون هذا السيناريو باستمرار مطروح كفرضية فقط. يجب التنويه طبعا إلى أن هذه مرحلة متأخرة جدا، يعني حتى لا تفكر فيها الجزائر، تستدعي تخطي الإمارات عدة خطوط حمراء وبشكل فج. وأنا هنا لا أتحدث عن تمويل شبكات المخدرات أو ضخ العملة المزورة أو دعم المخزن بالأسلحة أو تحريضه ضد الجزائر. هذه الأمور كلها التقطتها الاستخبارات الجزائرية وقررت بأن لديها سعة نطاق وقدرة على الانتظار. هذه أمور أيضا فيها التباس وقد تستدعي تشددا جزائريا، ولكنها لن تدفع الجزائر المتروية إلى الرد العسكري. ما سيغير المعادلة هو ثبوت تورط إماراتي مباشر في تمويل وتسليح مثلا جماعات مسلحة تهدد وحدة التراب الجزائري أو الأمن الداخلي، مع أدلة دامغة ومع فشل كل الوسائل الأخرى في ردع هذا السلوك. لدينا على الأقل الجزائر، الاستخبارات الجزائرية كشفت بأن هناك لقاءات بين الماك وإماراتيين مثلا في عواصم أوروبية، وأن هناك أيضا اتهامات بتقديم الإمارات مساعدات مالية لهم. إنها اقتربت
كثيرا. هذه الأشياء، هذه المعلومات تحتاج إلى توثيق، إلى أدلة، وبعد ذلك من يدري. بالتأكيد لن تطلع الجزائر أحدا بما تنوي القيام به، ولكن من دون هذه الدرجة من التهديد الوجودي يعني لا تنسجم أي حرب هجومية جزائرية بعيدة المدى مع طبيعة عقيدة الجزائر، ولا مع مواقفها التاريخية وحساسيتها تجاه القانون الدولي. الجزائر لا تنظر إلى الحرب كقرار سهل في كل الأحوال. انظر إلى ما فعلته مع المخزن عندما أحست بأن هذه التوترات ربما تقود إلى مواجهة عسكرية، قررت إغلاق الحدود، أغلقت بابها، وبهذه الطريقة تجنبت ما هو أسوأ. وأنا أؤكد لكم بأن الجزائر، يعني أنا فقط أتحدث عن فرضيات هنا، في حال تخطي الإمارات تلك العتبة الحمراء بإمكاننا تخيل قرار جزائري بضرب الإمارات، قرار بعيد عن الانفعال، بعيد عن الانتقام. على الأرجح سترد الجزائر لإقامة الردع وتوجيه رسالة قوية، رسالة مزلزلة للإمارات تقول ولغير الإمارات إن العبث بأمن الجزائر الداخلي يكلف ثمنا يفوق قدرة الدويلة على الاحتمال. سيكون أي تحرك عسكري طبعا لو حصل مضبوطا بثلاثة قيود: أن يكون محدود المدى زمنيا، ومحدد الغاية سياسيا، ومقيدا قدر الإمكان بقواعد القانون الدولي الإنساني لتفادي استهداف المدنيين والبنية الحيوية التي تمس الشعب أكثر من النظام. فكيف سيكون الهجوم إذا وقع لا سمح الله؟ أي دولة كما قلت تفكر في عملية عسكرية بعيدة المدى عليها أن تختار من بين الخيارين التقليديين، وهما استخدام القوة الجوية أو البحرية عادة، أو المزيد منهما، فضلا طبعا عن الدعم الاستخباراتي والأدوات الأخرى. المسافة الجغرافية بين الجزائر والإمارات تجعل أي عمل جوي مباشر معقد من ناحية التمركز، ويطرح تحديات تتعلق بالمسارات، بالتزود بالوقود، بالغطاء السياسي لعبور أجواء دول أخرى. هذا يعني أن الجزائر في هذه الحالة ستحتاج إلى شراكات دول في المنطقة توفر عمقا لوجستيا، ورغم أن ذلك أمر يتعارض مع سياسة الجزائر بشأن عدم الانخراط في تحالفات هجومية، إلا أن الاستثناءات قد تشفع لها، خصوصا أن الرد سيكون ضد التدخل وضد دولة عانى الجميع من تدخلها. وعلى ضوئه ستجد الجزائر دول كثيرة في الواقع في المنطقة مستعدة لتسهيل الهجوم. هناك أسماء في ذهني أعرف بأنها لن تتردد، يعني ستسخر أراضيها للجزائر. ما أحاول قوله عمليا في الواقع عندما تصل الدبلوماسية إلى طريق مسدود هو إمكانية، هناك دائما إمكانيات لأن تقوم الجزائر برد عسكري، وهذا ينبغي أن يخيف الإمارات. وأنا أندهش أنها في الواقع لا تقدر خطورة هذا الأمر. لن تكون هناك مشكلة، الإمارات ليست بعيدة. أنا أعرف دول على استعداد لتسخير كل شيء للجزائر، وستنطلق الطائرات وستغمر وتدمر وتفعل ما تشاء، ولا أحد سيدافع عن الإمارات. إذا استهدفت الجزائر هذه الدول، المعيار النظري في أي عقيدة مسؤولة سيكون الضغط على أدوات القوة التي يستخدمها الطرف الآخر لتصدير الفوضى طبعا، وليس على المجتمع المدني. أي ستوجه هجومها نحو القدرات العسكرية أو الأمنية أو اللوجستية المرتبطة بمنظومة صنع القرار في الإمارات، بعيدا عن البنية التحتية المدنية الضرورية لحياة الناس، وكذلك بعيدا عن المنشآت التي قد تسبب كارثة إنسانية أو بيئية. هذا التزام أخلاقي جزائري تجاه شعب عربي. الخطورة أن الأمور، يعني إذا حدث هذا السيناريو، حتى إذا حدث سيناريو القطيعة الدبلوماسية، وأنا أعتقد لهذا السبب الجزائر تتأنى، تريد أن تستنفذ كل المحاولات
لئلا تصل لهذه المرحلة. قرار القطيعة يعني أن الجزائر تكون بعد ذلك قد وصلت إلى مرحلة متأخرة جدا، يعني قريبة جدا من خطر الاصطدام العسكري. يعني خط الله رجع خطير. وعلى ضوئه أنا أعتقد قبل الوصول لهذه النقطة ستقوم الجزائر إذا وصلت إلى القناعة وأنها أول شيء ستقوم بتدمير حفتر، ستقوم بملاحقة ميليشيات الإمارات وتدمير أدواتها في المنطقة، والأنكى من ذلك ستتحرك كل الدول الناقمة والكبيرة في المنطقة ضد الإمارات، تتحرك ضد الإمارات للإجهاز عليها. ذلك أن انخراط قوة كبيرة مثل الجزائر فرصة لا تعوض للجميع بالمنطقة، والإمارات لا تعرف هشاشة مركزها، ثمة أسباب وجيهة لشراء السلاح لبناء الجيوش القادرة. إذا فعلت الإمارات ما تخشاه الجزائر وما تحتاط ضده بالتسليح وبالتجيش، ما الذي تتوقعه في هذه الحالة؟ بعد إذا هاجمت الجزائر لن تقوم للإمارات بعد ذلك، لن تقوم لها قائمة، وستدون كتب التاريخ أن دويلة صغيرة تطاولت على الجزائر فحطمت مكة الثوار غرور هذه الدويلة. أنا أتمنى دائما، طبعا هذه كلها خيالات، تعرفون أنا أحب السيناريوهات الجامحة وأرجو أن لا تتجسد. يجب التنويه إلى أن هذا الخيار بالفعل سيكون آخر الخيارات، وقبل اللجوء إلى الهجوم المباشر بالتأكيد ستعمل الجزائر على محاربة كل إغلاق الأبواب، عزل الإمارات سياسيا في إفريقيا والساحل، توظيف ثقلها في الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، منظومة عدم الانحياز. ستعمل أيضا على خلق شبكات النفوذ الإماراتي في الساحل وليبيا والسودان عبر دعم مراكز القوى المعادية للمشروع الإماراتي. ستعري الملفات المالية والأمنية المرتبطة بتبييض الأموال والمخدرات أمام الرأي العام الدولي. كل هذه المعلومات في الواقع هناك أرشيف ضخم، الجزائر تعرف كل صغيرة وكبيرة عن أنشطة الإمارات، استخباراتها قوية، واستخبارات الجزائر هي استخبارات في الواقع معنية بالشؤون الخارجية خلافا لاستخبارات بعض الدول. استخبارات الإمارات هي التجسس على المواطنين، تشتري الأجهزة الجاسوسية. التحرك العسكري الفعلي لو حصل سيكون في الغالب خاتمة لإجراءات تصعيدية وليس نقطة البداية، ولكن هذا الاحتمال يبقى قائما وخطيرا. وأنا أقول هذا الكلام ورسالتي للإماراتيين: احذروا، أنتم تلعبون بالنار، ثمة أمور مقدسة ينبغي عدم المساس بها. لديكم شوية أموال، عيشوا حياتكم بعيدا عن الجزائر، ابتعدوا. لا تطالب الجزائر بالكثير، تقول الإمارات لا تتحرشي بنا، لا تستفزينا، لا تعبثي بأمن القوم. ومثل هذا التحذير لن يتكرر كثيرا، والمزاج الجزائري قد تصبر الجزائر، ولكن ستأتي اللحظة، لحظة الانفجار المرعبة، وبعدها لن تقوم قائمة للإمارات. في التاريخ هناك أشياء كهذه تحدث، قصص مذهلة كهذه تقع. يبدو أن الإمارات تعبد الطريق لذلك. الجزائر دولة خرجت من حرب تحرير دامية وعاشت حربا أهلية أو العشرية السوداء مع الإرهاب، ليست أهلية بالضرورة، حرب ضد الإرهاب، وتتعامل لهذا السبب بحذر شديد مع فكرة إرسال جيشها إلى خارج الحدود. حتى التعديل الدستوري الأخير وضع قيودا واضحة بشأن انخراط الجيش في عمليات خارجية، عدا مثلا حفظ السلام والأشياء التي تتفق فيها مع الأمم المتحدة. الجزائر حذرة جدا. في الغالب ستكتفي الجزائر في تقديرها عادة بضرب الامتدادات الإماراتية في الساحل، في ليبيا، في مالي والنيجر. ستفكك ميليشياتها وأدواتها، وأنا أعتقد بأن هذه أهداف مشروعة في كل الأحوال. وقد نصحو فجأة ونكتشف بأن الجزائر قامت بتدمير هذه الشبكات، وستتحرك بلا شك لمنع استخدام الموانئ والمطارات الإفريقية في أي نشاط يخدم شبكات الإمارات، وهذا بحد ذاته فعال للغاية.
ودعونا نأمل أن لا تضطر الجزائر إلى تفعيل الإجراءات العسكرية، لأنني أنا بصراحة أتمنى دائما وأعتقد بأن هؤلاء يشوشون على الجزائر. أهم ما تقوم به الجزائر اليوم هو أن تضع ثقلها في النهضة الاقتصادية الشاملة، وهذه بحد ذاتها حرب استثنائية. أرجو أن تعي الإمارات خطورة ما تقوم به بصراحة. وأما بخصوص فرنسا وكانديس أوينز والجزائر، طبعا فرنسا شنت حملة سياسية وإعلامية غير مسبوقة على خلفية توقيف الصحفي الفرنسي كريستوف غليز أعتقد اسمه بتهمة الإشادة بالإرهاب، يعني حلال عليهم وحرام علينا. وهذه قضية تكشف في الواقع، كشفت مرة أخرى استمرار العقلية الاستعمارية التي ترى في المواطن الفرنسي كائنا فوق القوانين المحلية للدول التي في السابق كانت مستعمرات فرنسية. القضية في جوهرها قضية قانونية محضة تتعلق بمخالفة للقانون الجزائري ارتكبها شخص على الأراضي الجزائرية. يعني المحاكم الجزائرية تعمل منذ عقود، يعني كل يوم هناك قضايا بالآلاف تصدر بشأنها الأحكام. فجأة فرنسا تريد تغيير القوانين لكي يناسب نزعتها وعقدة تفوقها التاريخية. هذا قانون عادي، مخالفة ارتكبها شخص، بالتالي أي تدخل فرنسي يعني في مسار العدالة في الواقع يمثل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية، يمثل احتقارا للمؤسسات القضائية الجزائرية. عندما يعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه بشأن هذه القضية ويتباكى ويمارس الضغوط الدبلوماسية لإطلاق سراح هذا المتهم، إنه لا يمارس دورا طبيعيا لحماية مواطنه. هذا المواطن غادر فرنسا وهو في دولة أخرى، ينبغي عليه أن يتقيد بقوانين الدولة. ربما يعمل جاسوسا، من يدري. هذا يتجاوز، يعني هذا بمعنى آخر الرئيس الفرنسي يعني يصدر حكم ضمني ببراءة هذا المتهم الفرنسي قبل أن تبت المحاكم الجزائرية في القضية. وهذا الموقف يحمل في تضاعيفه في طياته اتهاما مباشرا للقضاء الجزائري، يعني يتهم القضاء الجزائري ويبرئ ساحة المتهم الفرنسي، يتهم الجزائر بعدم النزاهة بعدم الشفافية، ويرسل رسالة مفادها أن فرنسا لا تثق في قدرة المؤسسات القضائية الجزائرية على إصدار أحكام عادلة. لماذا؟ من منح فرنسا هذا الحق؟ هذا النوع من التدخل كما قلت يعيد إلى الأذهان حقبة الاستعمار، حين كان الفرنسيون يتمتعون بامتيازات قانونية تضعهم فوق القانون المحلي. الطريق القانوني المتحضر لا لبس فيه. إذا كانت فرنسا تريد الاطمئنان على مصير مواطنها فإن عليها مثلا المساعدة في تكاليف المحامين، أشياء كهذه عبر القنصلية، والعمل ضمن النظام القضائي الجزائري. هذا ليس خبرا في كل الأحوال، احتراما للقانون وللسيادة الوطنية. أما محاولة تسييس القضية وتحويلها إلى أزمة دبلوماسية فهو أسلوب يكشف عن ذهنية قطاع الطرق الذين استباحوا الدم الجزائري. ونحن نعرف تماما ما فعلته فرنسا، لدينا كل الأدلة التي تؤكد بأن فرنسا في الواقع لا مانع لديها أن تستبيح الدم الجزائري، وكبر عليهم الآن أن يروا الجزائر بمؤسساتها القانونية تعاقب فرنسي. هذه هي مشكلتهم النفسية. أي تشكيك في نزاهة المؤسسات القضائية الجزائرية في تقديري يمثل اعتداء صارخا على كرامة الشعب الجزائري بأكمله. زمن المحاكم المسيسة
التي كانت تخضع للضغوط الخارجية أو تأخذ يعني تتأثر بها تتأثر بعواصم أجنبية قد ولى إلى غير رجعة. اللافت في هذه القضية هو النفاق الفرنسي، نفاق ماكرون تحديدا. بينما تنتقد فرنسا توقيف صحفي فرنسي في الجزائر، تتجاهل سجلها القمعي في التعامل مع حرية التعبير داخل حدود فرنسا وفي بريطانيا أيضا المجاورة. كنا نظن بأن الغرب الآن تعرى ولن أصلا يثير هذه الملفات مجددا. في السنوات الأخيرة شهدت فرنسا حملة اعتقالات واسعة طالت المتظاهرين والناشطين وأصحاب الرأي، خاصة خلال احتجاجات السترات الصفراء والمظاهرات ضد قانون المعاشات، كذلك المظاهرات المؤيدة لغزة وأصحاب الرأي كانت وحشية في الواقع بالآلاف. وفقا لتقارير حقوقية اعتقلت السلطات الفرنسية آلاف الأشخاص في قضايا مرتبطة بالتعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، واستخدمت قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا في الواقع لتضييق الخناق على المعارضين. أكثر من 3000 شخص اعتقلوا تقريبا في عامي 23-24، وزاد العدد هذا العام في قضايا تتعلق بالاحتجاجات والتعبير عن الرأي. حتى أشخاص يعني كبار في السن تخطوا سن 80 سجنوا. أعضاء برلمان مثل جورج جالوي استوقف، يعني قرصنة غير طبيعية. هل يتحدثون حتى الآن عن الديمقراطية؟ يحاضرون الأمم. ناشطون بيئيون ومعارضون لسياسات الحكومة ومتظاهرون داعمون لغزة كلهم تعرضوا للاعتقال. هذا السجل يجعل من المطالبات الفرنسية بالإفراج عن مواطنها في الجزائر نفاقا عاريا. لكن النفاق الفرنسي يتجلى بشكل أكبر في قضية أخرى أثارت ضجة عالمية مؤخرا حين اتهمت الإعلامية الأمريكية المحافظة كانديس أوينز الرئيس ماكرون بالتخطيط لاغتياله. هي تحب الجزائر أعتقد تحب الجزائر جدا. كانديس أوينز المعروفة بمواقفها الجريئة والمثيرة للجدل قالت في مقاطعها الأخيرة، نشرت على منصات التواصل الاجتماعي، قالت بأن ماكرون كلف شخصا، وأعتقد أنهم شخصين ربما امرأة ورجل، كلفوا بقتلها، ودفع ماكرون مبلغا أعتقد قالت $1.5 مليون، وذلك على خلفية انتقاداتها الحادة لزوجته بريغيت، اسمها أعتقد بريغيت ماكرون، وادعاءاتها المثيرة حول يعني ما تقولها حول هويتها الجنسية عند الولادة. أنا لا أحب الخوض في هذه الأمور، لا تعنيني. ولكن كانديس أوينز لم تكتفي بإطلاق الاتهام، بل ذهبت أبعد من ذلك وقالت أن بحوزتها أدلة موثوقة تدعم روايتها، وتحدت ماكرون علنا أن ينفي الاتهامات بشكل قاطع. ماكرون الذي رفع قضية ضدها كان أمامه فرصة ليثبت أنها كاذبة، لم يرد. البيت الأبيض رفض الرد، وهي تقول بأن لديها الأدلة. من متابعتي لها بصراحة إنها في الغالب صادقة. قالت كانديس أوينز بأن جهات فرنسية رسمية كانت تراقبها وتتعقب نشاطاتها، وأنها تلقت تحذيرات من مصادر أمنية موثوقة حول تكليف شخصين تقريبا باغتيالها. إذا كان ماكرون يفعل هذا بأمريكية شهيرة جدا، ماذا تتوقع؟ حاولوا أن تتخيلوا استخدامه لنفوذه وكيف أنه يرتكب جرائم. قالت أن الحكومة الفرنسية استخدمت أيضا نفوذها لمنعها من السفر إلى فرنسا ومحاولة إسكاتها بطرق ابتزازية مختلفة. يعني كانديس أوينز ربطت هذه التهديدات بسلسلة التحقيقات والتقارير التي نشرتها حول بريغيت ماكرون، وطبعا تلك أثارت جدلا واسعا في فرنسا،
وخارجها. وهي اليوم مع كانديس أعتقد هي نمبر 1 في العالم، البودكاست يعني حققت نجاح كبير جدا، الجميع يشاهدها. بطبيعة الحال يجب التعامل مع هذه الادعاءات بحذر. أنا شخصيا لا أنفي ولا أؤكد، هي مزاعم أو ادعاءات لم تثبت بعد ولم تخضع لتحقيق القضاء المستقل. لكن حتى لو افترضنا أن هذه المزاعم مجرد اتهامات، فإن السؤال الأخلاقي والسياسي يبقى قائما. فلو كان هناك ولو احتمال ضئيل لصحة ما تقوله كانديس أوينز، كيف يمكن لماكرون أن يبدي قلقا على صحفي فرنسي موقوف في الجزائر ويحاكم بشكل عادل في قضية قانونية واضحة، بينما يخطط لاغتيال إعلامية أمريكية بارزة بسبب آرائها؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا النفاق؟ ما هذا الإجرام في الواقع؟ ماكرون يطالب الآخرين بمعايير لا يطبقها على نفسه، وفي الواقع يمارس ما ينتقد، على الأقل ما ينتقده في الآخرين، أو في الواقع يمارس أسوأ مما ينتقد به الآخرين. كيف يستقيم ذلك؟ الحقيقة التي تؤلم فرنسا لم تتغير، فهي لم تستطع أن تتقبل حقيقة أن الزمن قد تغير، وأن الدول التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي أصبحت اليوم دولا مستقلة ذات سيادة كاملة، لها أنظمتها القانونية المستقلة ومؤسساتها القضائية التي لا تخضع لأي وصاية خارجية. هذا السلوك، لاحظوا أن فرنسا باستمرار تهاجم القضاء الجزائري وتتدخل في هذه القضايا. لماذا؟ لأن هذا بالضبط يعني السيادة، لأن هذا بالضبط يذكرها بأن الجزائر دولة مستقلة ذات سيادة كاملة. هذا يفجر أوجاع فرنسا. محاولة التدخل في القضاء الجزائري تحت أي ذريعة هي محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، إلى زمن كانت فيه فرنسا تتمتع بحصانة تجعلها فوق القانون المحلي. هذا الزمن قد ولى للأبد. وللحديث بقية. شكرا لكم على المشاهدة.